بص، ده لون الشعر اول مره اتقابلوا فيها اخضر، وده لونه لما عدى الوقت وحبوا بعض، وده لونه لما الاحداث بتتصاعد وبتحصل مشاكل، وده اللون لما بداوا بدايه جديده. لون الشعر بقى ده رمزيه معينه بنفهمها من خلال احداث الفيلم. الرمزيه ببساطه انك تحط حاجه متشافه دايما كدلاله لحاجه مش متشافه، حاجه ماديه ملموسه بتعبر عن حاجه غير ملموسه. تكرار الرمزيه بقى بيفهم اللاوعي بتاعك حاجه عاوز يقولها لك الفيلم، واسمها الموتيفا، والموتيفز بتبين تيمة الفيلم. هقول لك انا بقى كل ده معناه ايه، بس المهم دلوقتي انك لو ما شفتش الفيلم تروح تتفرج عليه علشان ده تحليل، والتحليل يعني حرق. لسه الكازيون اهو. انا بحب Eternal Sunshine of the Spotless Mind، وبعتبره من احسن الافلام واحسن فيلم في الجنرا بتاعته. ولما قلت اني هتكلم عنه كان في دماغي كذا حاجه اتكلم فيها، بس لما شفته تاني اكتشفت انه ممكن ياخد حلقات. فانا النهارده بس هكتفي بموضوع الرمزيه علشان ابين لك ان شويه تفاصيل صغيره ممكن تعمل صوره كبيره تعيش سنين السنين. Just I've never felt that before. فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind مليان بالتفاصيل الصغيرة الغير مبالغ فيها واللي بتساعد في حكي القصة. منها موضوع الشعر، كان أخضر أول مرة اتقابلوا فيها زي أي بداية، أخضر يعني ازدهار ونمو شبه فصل الربيع كده. بعد كده أحمر لون الحب. What if you take me somewhere else? Somewhere where I don't belong and we hide there till morning. لون دافي زي الصيف. بعدين لما الدنيا بتبوظ بيبقى برتقاني مصفر شبه ورق الشجر لما بيقع، بالظبط زي فصل الخريف كده. أزرق بعد كل اللي حصل، هدوء وشوية برد وجو لطيف زي الشتاء. It might be the hair. What might? It changes a lot, the color. That's why you might not recognize me. وكمان تفصيلة الشط، لازم بعد كل مرحلة المخرج يرجع له تاني وكأنه بداية جديدة، المكان اللي اتقابلوا فيه أول مرة. Can I borrow a piece of your chicken? ده شكل الجليد في ذكرياته قبل ما تتمسح بثواني، وده شكل الجليد بعد ما رجعوا لبعض وكانوا ناسيين بعض أصلا. هنا كسر قديم، وده يعتبر حكاية الفيلم. الرمزية لما بتتكرر خلال الفيلم بتكون الموتيف، والموتيفز هي الأفكار السائدة أو المعروضة خلال العمل الفني. كل رمزية من الثلاثة لما بتتكرر بتخلق الموتيفة اللي المخرج والمؤلف عايز يحكيها. The world forgetting by the world forgot. Eternal sunshine of a spotless mind. Each prayer accepted and each wish resigned. تكرار ظهور كل لون شعر في شوط معين وتغييرهم يخلق موتيفة لفصول السنة، وهي دايرة فصول الحب. بين كل فصل يرجع تاني للشط موتيفة تانية، البداية من أول وجديد. شخصية جويل بتحاول إنها تتمسك كل مرة بالحب بطريقة معينة. Please let me keep this memory. Just this one. I don't want to hold your hand. Come on. ودول مع بعض مع كتير غيرهم بيخلقوا تيمة الفيلم الرومانسية، وبيردوا على سؤال المؤلف لجويل علشان يعرف وجهة نظره ويعرض الفيلم من خلال وجهة نظر جويل في إجابة السؤال. هل لو عندك القدرة إنك تمسح تجربة معينة من دماغك هل هتعملها؟ هل ده ينفع أصلاً؟ على مستوى الصورة، أصغر وحدة في الفيلم هي الكادر أو الصورة، والكادرات بتكون اللقطة، واللقطات مع بعض بتكون المشهد، والمشاهد بتكون تتابع معين، التتابع ده مع غيره بيكون الفيلم. بس على مستوى الدافع والفكرة بيتكون المثلث ده، الرمزية، الموتيفة، تيمة الفيلم. عشان كده Eternal Sunshine of the Spotless Mind على مستوى الفكرة هو من الأعظم. شكراً.